جبل طارق، الاتفاق الذي هز خرائط المتوسط. لم يعد ما جرى في جبل طارق مجرد تفاهم تقني بين إسبانيا والمملكة المتحدة حول معبر حدودي، بل تحول إلى حدث جيوسياسي قد يعيد رسم التوازنات في غرب البحر الأبيض المتوسط بأكمله. فالاتفاق الجديد القائم على إزالة الحاجز الحدودي التقليدي ونقل إجراءات المراقبة إلى الميناء والمطار لا يغير فقط شكل العبور بين جبل طارق وإسبانيا، بل يفتح الباب أمام مفهوم جديد للحدود والسيادة في منطقة طالما عاشت على التوترات التاريخية. لأول مرة تقبل مدريد بمنطق سياسي مرن يفصل بين تدبير الحركة اليومية ومسألة السيادة القانونية، أي أن إزالة الحاجز لا تعني تنازل أي طرف عن مطالبه التاريخية، لكنها تعني أن الحدود لم تعد بالضرورة جداراً إسمنتياً أو سلكاً شائكاً. وهذا التحول يحمل أبعاداً أكبر بكثير من مجرد تسهيل التنقل، لأنه يمس جوهر الطريقة التي كانت أوروبا تدير بها ملفات الأراضي المتنازع عليها. في الماضي كان من الصعب تخيل قبول دولة أوروبية بإزالة حدود مادية في منطقة حساسة دون حسم النزاع السيادي. أما اليوم فإن هذا ما حدث بالفعل، وهو ما يجعل من جبل طارق سابقة قد تتجاوز تأثيراتها حدود الصخرة الصغيرة نحو ملفات أخرى أكثر تعقيداً. المثير في المشهد أن هذا الاتفاق جاء في لحظة تشهد فيها المنطقة المتوسطية تحولات عميقة، من أزمات الطاقة والهجرة إلى صعود التنافس الاقتصادي بين الموانئ والممرات البحرية. لذلك فإن قراءة ما حدث باعتباره مجرد تسوية محلية سيكون تبسيطاً مفرطاً، لأن الأمر في العمق يعكس تغيراً في فلسفة إدارة الحدود نفسها. وهنا تبدأ الأنظار تتجه نحو الضفة الجنوبية، نحو المغرب، وتحديداً نحو سبتة ومليلية المحتلتين، حيث ستطرح الأسئلة الصعبة: إذا كان الحاجز الحدودي في جبل طارق لم يعد ضرورياً، فهل ستظل الجدران في شمال إفريقيا قادرة على تبرير وجودها؟ وهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة تتحرك فيها ملفات ظلت مجمدة لعقود؟ إن ما حدث في جبل طارق ليس نهاية نزاع، بل بداية نقاش أوسع حول معنى الحدود في القرن ال21. ومن هنا تأتي أهمية الحدث بالنسبة للمغرب، الذي يراقب بدقة تغيرات قد تمنحه أوراقاً استراتيجية جديدة في المستقبل القريب. سبتة ومليليا أمام تناقض إسباني غير مسبوق. التحول الذي قبلت به مدريد في جبل طارق وضعها أمام معضلة سياسية يصعب تجاهلها. فإسبانيا التي كانت لعقود تبرر تشديد الحدود في سبتة ومليليا بدعوى الأمن الأوروبي وحماية المجال الحدودي، قبلت الآن بإزالة آخر حاجز مادي في جنوب أوروبا. وهنا يظهر التناقض بوضوح. لماذا يصبح الجدار غير ضروري في جبل طارق بينما يظل ضروريا في الثغر المغربيين المحتلين؟ هذا السؤال لا يحرج مدريد فقط، بل يضع خطابها الرسمي أمام اختبار صعب. فمن الناحية السياسية يصعب الدفاع عن مبدأين متناقضين في الوقت نفسه: حدود مرنة في أوروبا وحدود عسكرية مشددة في شمال إفريقيا. وكلما تعمق هذا التناقض ازدادت صعوبة تسويق الرواية الإسبانية أمام الرأي العام الأوروبي والدولي. المغرب يدرك جيداً قيمة هذا التحول، فالمكاسب الكبرى في النزاعات المعقدة لا تأتي دائماً من القرارات المفاجئة، بل من تراكم التناقضات داخل خطاب الطرف الآخر. وعندما تبدأ الحجج القديمة في فقدان قوتها، يصبح المجال مفتوحاً أمام مقاربات جديدة أكثر واقعية. كما أن أوروبا نفسها قد تجد صعوبة مستقبلاً في تبني خطاب مزدوج: الدعوة إلى الانفتاح والتكامل في جهة، وتبرير الجدران والأسلاك في جهة أخرى. ومع تصاعد النقاشات حول حقوق الإنسان والتنمية المشتركة وحركة الأفراد، ستزداد حساسية ملف سبتة ومليليا داخل المؤسسات الأوروبية. الأمر لا يعني أن تغييراً فورياً سيحدث غداً، لكنه يعني أن البيئة السياسية التي حمت وضعاً استثنائياً لعقود بدأت تتغير ببطء. وفي السياسة التغيير البطيء قد يكون أخطر من الصدمات السريعة، لأنه يعيد تشكيل المواقف دون ضجيج. من هنا
تبدو سبتة ومليليا أمام مرحلة جديدة، ليس بسبب قرار مباشر، بل لأن الأسس النظرية التي كانت تبرر استمرارهما بدأت تهتز تدريجياً، وعندما يهتز الأساس يصبح البناء كله موضع سؤال. نهاية اقتصاد الظل والتحول الكبير في شمال المغرب. بعيداً عن البعد السياسي، يحمل ما يحدث في المنطقة آثاراً اقتصادية عميقة، خصوصاً في الشمال المغربي، فسبتة ومليليا عاشتا لسنوات طويلة على نموذج اقتصادي مرتبط بالاستثناء الحدودي والامتيازات الضريبية والتدفقات التجارية غير المتكافئة. لكن هذا النموذج بدأ يفقد عناصر بقائه. لقد كانت المنطقة الرمادية بين المغرب والثغرين فضاء اقتصاديا هجينا، لا هو مغربي بالكامل ولا إسباني بالكامل. داخل هذا الفراغ ازدهر التهريب المعيشي، وتشكلت شبكات ربح واسعة، واعتمدت آلاف الأسر على أنشطة خارج الاقتصاد المنظم. لكن ما كان يبدو توازنا دائما بدأ يتآكل بسرعة. إغلاق هذا النموذج تدريجيا لا يعني فقط خسارة مصدر دخل لبعض الفئات، بل يعني أيضا الانتقال نحو اقتصاد جديد أكثر وضوحا وتنظيما. المغرب يتحرك نحو بناء نموذج يعتمد على اللوجستيك والخدمات والتوزيع وربط الموانئ بالمناطق الصناعية، بدل الارتهان لاقتصاد حدودي هش. هذه النقلة ليست سهلة، لأن أي تحول اقتصادي كبير يحمل كلفة اجتماعية في بدايته، غير أن الرهان الاستراتيجي يتجاوز الصعوبات الآنية، لأنه يهدف إلى خلق فرص أكثر استدامة وأقل ارتباطاً بالتقلبات السياسية والحدودية. سبتة ومليليا ستتأثران بهذا المسار أيضاً، لأن جزءاً مهماً من حيويتهما كان مرتبطاً بالتبادل غير الرسمي مع محيطهما المغربي، وكلما تعززت البدائل الوطنية المغربية تراجعت الوظيفة الاقتصادية التي منحت الثغرين قدرة على الصمود. لهذا يمكن القول إن المعركة الاقتصادية لا تحسم بالشعارات، بل ببناء البدائل. والمغرب يبدو اليوم أكثر تركيزاً على هذه الجبهة من أي وقت مضى، واضعاً نصب عينيه تحويل الشمال من هامش حدودي إلى مركز إنتاجي متصل بالاقتصاد الوطني. من المضيق إلى تطوان، شمال جديد يتشكل. المنطقة الممتدة من المضيق إلى الفنيدق ومرتيل وتطوان لم تعد مجرد شريط ساحلي مجاور لسبتة المحتلة، بل تتحول تدريجياً إلى فضاء استراتيجي مرشح للعب دور اقتصادي جديد داخل المملكة. فهذه المدن تملك موقعاً جغرافياً حساساً وإمكانات سياحية كبيرة وقرباً مباشراً من أهم الممرات البحرية في العالم. الرؤية الجديدة تقوم على إعادة بناء وظيفة الشمال المغربي بعيداً عن منطق الانتظار الحدودي، أي أن المنطقة لم تعد تدار فقط باعتبارها هامشاً مرتبطاً بسبتة، بل باعتبارها قطباً مستقلاً قادراً على خلق الثروة وفرص الشغل. المشاريع المرتقبة تشمل تطوير البنيات اللوجستية، تحسين الربط الطرقي، تحديث الخدمات، وتوسيع الاندماج مع الموانئ الكبرى، وعلى رأسها ميناء القصر الصغير. كما ينتظر أن يلعب القطاع السياحي دوراً محورياً في هذا التحول، بالنظر إلى ما تتوفر عليه المنطقة من شواطئ ومؤهلات طبيعية وثقافية. إذا تم استثمار هذه الإمكانات بالشكل الصحيح، فإن المضيق ومرتيل والفنيدق وتطوان يمكن أن تتحول من وجهات موسمية محدودة إلى قطب خدماتي وسياحي دائم، قادر على جذب استثمارات نوعية من الداخل والخارج. لكن النجاح لن يتحقق بالمشاريع المعلنة فقط، بل بمدى فعاليتها الحقيقية على الأرض. فالسكان ينتظرون فرصاً ملموسة وتحسناً في مستوى العيش، وبرامج تنموية قادرة على إدماج الشباب والأسر في الاقتصاد الجديد. ما يتشكل اليوم في شمال المغرب ليس مجرد مشاريع متفرقة، بل محاولة لإعادة صياغة دور منطقة كاملة داخل الخريطة الوطنية. وإذا نجح هذا المسار، فإن أثره لن يقتصر على الشمال، بل سيمتد إلى توازنات المتوسط بأكملها.
هل بدأ التاريخ يتحرك لصالح المغرب؟ التأثير الحقيقي لما جرى في جبل طارق لن يكون فورياً أو مباشراً، لكنه قد يكون عميقاً وتراكمياً. فالقضايا الكبرى لا تحسم دائماً بقرار واحد، بل عبر تغير تدريجي في السياقات والمفاهيم والمصالح. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم. حين يصبح الجدار أقل أهمية من الممر، وحين تتقدم حركة الاقتصاد على رمزية الأسلاك، تبدأ مفاهيم السيادة نفسها في التحول. لم يعد السؤال فقط من يرفع العلم فوق الأرض، بل من يملك القدرة على جعل تلك الأرض مفيدة ومندمجة في محيطها. في هذا السياق يبدو المغرب في موقع مريح نسبياً، فهو يراكم أوراقاً سياسية ويطوّر بدائل اقتصادية ويعيد بناء مجاله الحدودي وفق رؤية وطنية طويلة المدى. وفي المقابل تجد إسبانيا نفسها مطالبة بالدفاع عن وضع استثنائي تزداد صعوبة تبريره مع مرور الوقت. لا يعني ذلك أن نهاية الاحتلال قريبة زمنياً، لكن يعني أن شروط استمراره لم تعد كما كانت، والفرق بين الحالتين كبير جداً. فحين تتغير الشروط، يصبح المستقبل مفتوحاً على احتمالات لم تكن ممكنة سابقاً. جبل طارق إذن ليس مجرد ملف منفصل عن سبتة وميليليا، بل مرآة تكشف أن النماذج القديمة في إدارة النزاعات الحدودية بدأت تتصدع، وما كان يبدو ثابتاً لعقود قد يصبح قابلاً للمراجعة تحت ضغط الواقع الجديد. لهذا فإن السؤال الأهم ليس ماذا حدث في جبل طارق، بل ماذا سيحدث بعده. وإذا كانت التحولات الكبرى تبدأ أحياناً بخطوة صغيرة، فقد تكون تلك الخطوة قد وضعت بالفعل، والتاريخ بدأ يتحرك بهدوء لصالح المغرب.